ناس فاكرين لك ده، واعتقد دي برضه واحده من اصعب الفترات اللي مرت عليك. طبعًا، يعني هي السنة كانت من أصعب الفترات ليّا في النادي الأهلي، إمم. لكن قدّام ده طبعًا شُفت أيام حلوة جدًا في النادي الأهلي، إمم. كتير جدًا، اتعلّمت حاجات كتيرة جدًا جوّه النادي الأهلي، آآ طبعًا باشكر إدارة النادي الأهلي إن هي كانت دايمًا واقفة جنبي، إمم. باشكر جمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو يعني لو شكرته من هنا للسنة الجاية مش هاوفيه حقه يعني، إمم. إن هو كان الداعم ليّا دايمًا، الناس بتقابلني في الشارع آآ بتبقى دايمًا فخورة بيّا باللي أنا عملته في تاريخي، إمم. بس يعني فالأمور الحمد لله يعني القرار ده جه بناءً على إن أنا آآ حفاظًا على صورتي، إمم. صورتي اللي أنا ايوه، عايز. بس انت كده، انا بس عايز اقول لك في الجزئيه بتاعت حفاظا على صورتك. الصوره الذهنيه لايمن اشرف عند الكل هي صوره كبيره جدا جدا. حتى لو كنت ممكن تروح لنادي اقل ادنى شويه، انت صورتك زي ما هي، لان انت اللي قدمته كان كبير جدا على صعيد مشوارك الكروي، وعلى صعيد كمان احترامك وتقديرك لجمهور النادي الاهلي اللي انت لعبت معاهم يعني. طبعًا أنا معاك 100% في النقطة دي، كمان أنا ممكن أنا كان بقى لي 6 شهور من غير نادي، وكان جاي لي عروض إمم. في شهر واحد، إمم. لكن العروض ما كانتش مناسبة ليّا مش يعني، حاسس ان مش حاسس اللي مناسبه هي ليك. مناسبة ليّا، إمم. آآ يعني كنت حاسس إن أنا إمم. يعني هاعافر على الفاضي، يعني إمم. فاهمني إمم. قصدي؟ مش هتضيف حاجه مش لايمن هتضيف اشرف. حاجة لأيمن أشرف مش تاني، هتضيف حاجه. مش يعني في حاجات الواحد بياخد قرارات صعبة إمم. علشان خلاص أنت يعني إمم. اللي جاي مش هيبقى أحسن من اللي فات. أعظم لقطاتك مع جمهور النادي الأهلي إيه اللي ما بتنساهاش؟ هو لقطة الوداع يعني لقطة الوداع في ماتش الحرس، إمم. لمّا ندهوا عليّا في الاستاد الولا ولا أهو أيمن أشرف أهو، إمم. الولا ولا أهو ابن النادي أهو، فالحاجات دي كلّها الواحد فخور بيها إن جمهور النادي الأهلي بيعتبرك ابن من أبناء النادي الأهلي المخلصين يعني، وأنا الحمد لله يعني أخلصت جوّه النادي الأهلي راضي عن نفسك؟ جدًا، إمم. راضي عن نفسي جدًا وفخور وباحمد ربنا، يعني أنا ربنا ادّاني حاجات فوق ما أنا كنت متخيّلها بكتير يا إبراهيم. إمم. يعني أنا ربنا أكرمني، إمم. أنا كنت باحلم بحاجات، ربنا ادّاني حاجات أكبر بكتير من اللي أنا كنت باحلم بيها. أيمن، أنت يمكن تعرضت لاختبارات كمان في الحياة كانت صعبة جدًا وقت وفاة والدتك، طبعًا. وده كان موضوع يحتاج لتماسك كبير وإيمان كبير جدًا جدًا. فأنا الشخص اللي قدامي أنا عمّال باستعرض مسيرتك قدامي. أنت عملت مشوار صعب، يعني عملت مشوار صعب وتحديات كانت كبيرة، وكان عندك إيمان بنفسك وإيمان بربنا كبير جدًا جدًا. فأنا الحقيقة برضه عايز أحييك على المشوار ده. والله يا إبراهيم يعني ربنا يخلّيك، بس أنا كمان فخور بنفسي إن أنا جيت في بعض الأوقات كنت هاستسلم وما استسلمتش يعني. إمتى؟ يعني في وقت وفاة أم أختي، وقت المشكلة اختبار صعب ده أوي يعني. اختبار صعب جدًا، 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 جدًا على أي ساعتها حد. في سموحة، صح كان كده؟ وقتها في سموحة سموحة. آه. وطبعًا السنة اللي أنا قضيتها في النادي الأهلي إمم. الأخيرة. الأخيرة، إمم. دي كانت صعبة جدًا بالنسبة دول لي. أصعب. موقفين يعني دول أصعب موقفين، إمم. وده طبعًا ال ال تالت. القرار الأصعب، قرار القرار الأصعب. الأصعب اللي أنا خدته في حياتي يعني. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لك الخير ويقسم لك كل السعادة ويقسم لك كل النجاح. وإحنا بنقول دايمًا إنه أنت بتبذل مجهود وأنت بتعمل مشوار، بس إن شاء الله بإذن الله المشوار اللي جاي أطول، والمشوار اللي جاي يبقى فيه نجاحات أكتر. هاتكلم بقى عن المشوار اللي جاي وأنت بتفكر تعمل إيه؟ تنافسنا في الإعلام والّا ناوي تعمل إيه؟ نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا وحوارنا الممتع مع الكابتن أيمن أشرف، اللي النهارده بيختار برنامج الكورة مع فايق علشان يعلن من خلاله تعليق حذائه واعتزاله كرة القدم بعد مسيرة كبيرة جدا جدا متميزة مع كرة القدم.